المهم اليوم كانت مناسبة بحضور السيد الوالي وحضور السيد رئيس الجهة وكذلك حضور السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير السيد عزيز أخنوش للوقوف على مراحل تقدم البرنامج الملكي برنامج التياء الحضري لمدينة أكادير. دونك نقدروا نقولوا أنه 90% من المشاريع عرفت الانطلاقة ديالها، والباقي القليل منها سوف يعرف بداية الأشغال في الأسابيع القليلة المقبلة. كما كيعرف الجميع أنه هذه المشاريع غيرت وجه المدينة للأفضل، هذا ما يعيشه ساكنة مدينة أكادير وكذلك الزوار ديال المدينة. الرهان مفتوح الآن كما نجحنا الإنجاز ديال هذه المشاريع، الرهان الآن وهو إنجاح التدبير ديالها وضمان الاستدامة ديالها لأطول أطول وقت ممكن. التدخل ديال الشركة اليوم تمحور على أهم البرامج والمشاريع اللي تكلفت بهم الشركة في إطار برنامج التياء الحضرية أكادير 2020-2024، وعلى رأسهم إعادة تأهيل قصبة أكادير وفلا. كما كتعرفوا بأن بداية الأشغال كانت في يونيو 2020، كان افتتاح أولي ديال الفضاءات الخارجية في يوليوز 2022 موازاة مع انطلاق مشروع ديال التلفريك، ومن بعد تكملوا الأشغال حتى في الداخل ديال القصبة. وتكلفت الشركة تم تكليف الشركة من طرف جميع المتدخلين بالسهر على استغلال وتسيير هذا المشروع المهم الثقافي والتاريخي ديال الجوف. وفعلا ابتداء من 3 فبراير 2024 بدينا كنسيروا هذه القصبة ديال أكادير وفلا، اللي عرفت توافد العديد من الزوار ديال أكادير خصوصا في الصيف. تم تسجيل معدلات ديال الزيارات داخل ديال القصبة اللي كتفوق 230 240 زائر كل يوم، ولكن في الصيف فوق الذروة هذا المعدل فاق 550 زائر يوميا، مع تسجيل يوم واحد في نهاية ديال يوليوز الأزيد من 1000 زائر. بالنسبة للجنسيات، جميع الجنسيات اللي كتوافد على أكادير، ولكن كاين أكثر من 70% تقريبا كلهم زوار وطنيين مغاربة، و30% هما الزوار الأجانب. وبطبيعة الحال الزوار الأجانب كما قلت الجنسيات كتختلف ومتنوعة. بالنسبة للمشروع الثاني اللي كاين هو بناء وتجهيز المركز ديال المعلومات السياحية ديال أكادير والإدارة ديال الشاطئ ديال البلاج ديال أكادير. حتى هو تم الانتهاء من الأشغال ديال التهيئة والتجهيز، وتم تكليف الشركة بالتسيير ديال هذا المركز ديال المعلومات السياحية ابتداء من نهاية ديال يوليوز. إذا فات 3 شهور الأولى عرف توافد ديال العديد ديال الزوار حتى هو هذا المركز. تقريبا معدل يومي 130 حتى 140 اللي كيجي من باش ياخذ المعلومات. فيها واحد لا دومينونس ديال الفرنسيين بازيد من 44%، متبوعين بالسياح الانجليزيين والمغاربه والالمان والباقي الجنسيات. هذا الفضاء هو موضوع راه الاشاره، وحنا كنسيروه كشركه ديال التنميه السياحيه، ولكن هو موضوع راه الاشاره جميع الجمعيات والناس المتدخلين في السياحه باش يعرضوا تما المنتجات ولي زاتراكسيون اللي عندهم. وفي نفس الوقت كاين تعاونيه اللي كتبيع وكتعرض المنتوجات المحليه اللي عطينا واحد الفضاء. وكاين واحد الفضاء ديال العرض اللي بدينا بواحد الفوتوغرافي معروف في مدينه اكادير، ودابا ابتداء من بعد غد غادي يكونوا واحد جمعيات اللي كيهتموا بالاطفال اللي كيديروا الصباغه، اللي غادي يعرضوا حتى اللوحات ديالهم. اذا واحد الاسباس اللي غادي يكون ديما موضوع انيمي، ولكن موضوع راه الاشاره ديال جميع المتدخلين. التدخل الاخير الثالث ديال الشركه في اطار هذا البرنامج هو واحد المساهمه باعداد واحد المجموعه ديال الدراسات لطريقه تسيير اهم المرافق الثقافيه والرياديه ديال المنطقه. كما كتعرفوا بان كاين شركات اخرى اللي كتهتم ولا عمران اللي كتهتم ببناء وتجهيز مثلا المسرح الكبير، المسبح ديال اكادير وغير ذلك، ولكن كيبقى الجانب ديال التسيير كيبقى
كتجي واحد المرحله اللي غادي تجي من بعد الانتهاء من الاشغال. دونك حنا كنونتيسيبيو باش كنوجدوا هذه الدراسات ديال الطريقه ديال التسيير ديال هذه المرافق، وجميع الدراسات اللي تكلفت بهم الشركه وصلوا للمراحل النهائيه ديالها. احنا اليوم كنتواجدوا في اطار لجنه الاشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنميه الحضريه لمدينه اكادير 2020-2024، حيث ان جميع اصحاب المشاريع المنتدبين قدموا حصيله انجاز المشاريع ومنهم مجموعه العمران. بالنسبه لشركات العمران فعدد مهم من المشاريع تم انهاء اشغالها، من ضمنها الساحات العموميه، اخص بالذكر ساحه تيليلا والهدى والحي المحمدي، أو كذلك متحف إعادة بناء مدينة أكادير، وعدد آخر من المشاريع في طور الإنجاز مثل المراكز السوسيو ثقافية بحي الخيام أو حي تيكيوين أو نادي نسوي ودار الشباب بحي كذلك رياض السلام أو المسرح الكبير لأكادير اللي في طور الإنجاز على أساس أن تنتهي به الأشغال إن شاء الله في طور سنة 2025.